صباح الخير يا أبطال. النهاردة هناخد الدرس الخامس بعنوان المشكلات التكنولوجية الشائعة وحلولها. في الدرس ده هنتكلم عن مشكلات وحلها ايه في نظام الويندوز. أول مشكلة معانا إن البرنامج مش بيفتح. طب الحل ايه؟ في 3 حلول ممكن نختار واحدة منها وتنفذها، ولو ما اشتغلتش بنخش في اللي بعدها. أول حاجة نعيد تشغيل الجهاز. تاني حاجة نتأكد البرنامج متحدث لحد آخر تحديث. تالت حاجة نمسح البرنامج وننزله تاني. تاني مشكلة معانا ان الماوس المؤشر بتاعه مش ظاهر او الكيبورد مش شغال. نتأكد اول حاجة الحل بتاعهم. في 3 حلول ونختار واحدة منهم ونجربها، ولو منفعتش نخش في اللي بعدها. اول حل نتأكد ان توصيل الكابل بتاع الماوس او الكيبورد في المكان الصح بتاعه. تاني حاجة نعيد تشغيل الجهاز تاني. تالت حاجة ممكن يكون في مشكلة في الماوس أو الكيبورد نفسهم، فنجرب من ماوس تاني أو كيبورد تاني. تالت مشكلة معانا مش لاقي الملف. أنا بدور على ملف ومش لاقيه. في عندنا 4 حاجات ممكن نعملها. الحل الأولاني نشوف مجلد التنزيلات اللي هي الداونلود، ممكن نلاقيه عليه. تاني حل لو احنا بندور على ملف وورد هنفتح المستندات اللي هو الدوكيومنتس. تالت حل لو بدور عن صورة افتح ملف الصور pictures. رابع حاجة ممكن نبحث في مربع البحث في قائمة start عن اسم الملف وهو يظهر لنا. خامس مشكلة معانا الشاشة وقفت او بالمعنى التاني اتجمدت. يبقى الحل بتاعها ايه؟ في طريقتين. اول طريقة ندوس كنترول مع alt مع delete. تاني حاجة نفصل الجهاز ونشغله تاني. وبكده نكون عرفنا مع بعض أهم المشكلات اللي ممكن تقابلنا في الكمبيوتر، وكمان إزاي نحلها بخطوات بسيطة من غير ما نقلق. دايما فكروا بهدوء وشوفوا السبب قبل ما تتصرفوا، لأن أكيد كل مشكلة ليها حل.